أحيانًا كتيرة إحنا مش بس بنفسد علاقة أبنائنا بينا إحنا ممكن نفسد علاقاتهم بأنفسهم. إزاي؟ أنا أمّا يكون عندي بنت أو يكون عندي ولد ودخلت في منافسة معاه، دخلت في معايير صارمة باجبره على تنفيذ حاجات معينة، في حالة لو هو ولد أنا كده بافطّس فيه الذكورة بتاعته اللي ربنا سبحانه وتعالى فطره عليها. إزاي؟ إن أنا بابدأ مثلًا اعمل، ما تعملش، اقعد هنا، اتصرّف كده. لمّا بابدأ أستخدم عليه المعايير دي أو الطريقة دي، أنا بافطّس فيه غريزة مهمة جدًا عنده وهي المبادرة، إنه يبدأ يبادر، يقوم يتحرك، يكتشف الحياة، لإن دي أحد الغرايز المهمة اللي بتكون عنده. فبالتالي لو أنا طول الوقت باوجّه أوامر وطلبات، أنا كده باضيّع إيه؟ باضيّع إحساسه بذكورته أو رجولته هو الداخلية الحقيقية وليست المصطنعة. في حالة بقى لو هي بنت، لو أنا كل ما أدخل عليها الأوضة مثلًا ألاقيها واقفة قدّام المراية بتحط ميك اب، بتسرّح شعرها، بتسمع أغاني، بترقص، بتتصرّف كأي بنت لسه بتكتشف نفسها أو أنوثتها أو حتى جسمها. فبابدأ أدّيها كومنتات سخيفة على شعرها، إنها بتحط ميك اب، على إن هي بترقص، على إن هي بتمارس ده، هي بتمارسه جوّه البيت، جوّه أوضتها معايا. محتاجة أسيب لها مساحة إن هي تحس بأنوثتها دي. أنا لو ما سِبتهاش تحس بالأنوثة دي، أنا كده باحطها قدّام حاجة من 2، ممكن تبروز أنوثتها بشكل تاني، تبقى عايزة تزوم إن على كل حاجة فيها أنثوية وتبيّنها وتظهرها للعالم عشان تشوف هي حلوة والّا مش حلوة، تاخد الvalidation إن هي أنثى موجودة ومتشافة وحلوة والّا لأ، أو تروح لextreme الناحية التانية، إن هي عايزة تلبس لبس شبه الأولاد، هي عايزة تدفن ملامح الأنوثة جواها علشان دي اللي جايبة لي الكلام، فأنا عايزة أدفسها وخلاص ما أطلّعهاش، ما أبيّنهاش للعالم. فبالتالي أنا أفسدت علاقتها بأنوثتها. والأنثى كمان لمّا بنفسد علاقتها بأنوثتها، إحنا بنفسد علاقتها بجسمها، وبالتالي بنروح لنفس المشكلة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وهي اضطراب صورة الجسد.